بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية بتاريخ 20/5/2024 وموافقة الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 2/6/2024 بشأن تشكيل لجنة الحكم على رسالة مقدمة من الباحث محمد أحمد موافي للحصول على درجة الدكتوراه في موضوع الإطار القانوني للجرائم الدولية في أعالي البحار دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي للبحار. اجتمعت لجنة الحكم المكونة من السادة الأساتذة السيد الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد خليفة أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام ووكيل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، السيد الأستاذ الدكتور سامي محمد عبد العال أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي كلية الحقوق جامعة طنطا، السيد الأستاذ الدكتور حمدي محمود أستاذ القانون الدولي الخاص ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بالكلية. بدأت المناقشة بإذنه تعالى من الساعة 1 ظهرا اليوم الموافق 9/6/2024 واستمرت المناقشة العالمية حتى الساعة 3:30 عصرا. وبعد المداولة قررت اللجنة باقتراح مائح السيد محمد أحمد موافي بعد إتمام كافة الملاحظات التي سيتولى الإشراف عليها الأستاذ الدكتور سامي عبد العال بتنفيذ هذه الرسالة. فقد وافقت اللجنة بالإجماع على منح السيد محمد أحمد موافي درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز. أشرف تفضل يا معالي المستشار. تفضل. محمد زي ما انت يا دكتور بقى نتصور زي ما احنا.